مفروض ان الانسان يصلي بتركيز، وان كانت صلوات محفوظة لا تكون مجرد تلاوة. اللي يصلي بمخافة الله يصلي بفهم. فاحترام القداس، انت عايز مخافة الله، طب تحترم القداس. اللي بيجي متأخر واللي يخرج قبل نهاية القداس، هو ده احترام للقداس ولا احترام لربنا؟ قانون الكنيسة انك لا تخرج الا بعد التسريح والبركة، يعني تسمع البركة وتاخد التسريح اللي يقول لك امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم. قبل ما يقول لك امضي بسلام ما تسيبوش وتمشي انت. ما يصحش يكون قداس داير وتاخد بعضك وماشي. ده ساعات كتب قديمة تقول كلام صعب جدا عن النقطة دي. تقول اللي ساب قبل القداس ده يهوذا، هو اللي خد بعضه ومشي وما حضرش الباقي. من أكثر المناسبات اللي الإنسان ساعات بينسى فيها كرامة القداس المذاع أو القداس المسجل على ريكوردر. تلاقي صوت قداس في البيت واللي قاعد واللي بياكل واللي بيلعب كل واحد في حاله، وتضيع هيبة القداس. أو واحد عايز يتناول بالعافية، لا حضر القداس ولا مستعد ويروح حاجة، وما تناولش يزعق ويزعل وياخد على خاطره ويهدد. ده أسلوب بتاع مناولة ولا بتاع مخافة ربنا؟ مسألة الجلوس والوقوف أثناء القداس، مسألة الاحتراس قبل التناول فيه مخافة الله، والاحتراس من الخطأ بعد التناول فيه مخافة الله. في حاجات تاني في القداس الإلهي وللأسف دي بتصدر من رجال الكهنوت. كل واحد عايز يترجم على مزاجه، يترجم على مزاجه، وتبص تلاقي صلاة أبونا فلان غير أبونا فلان. طب ما تلتزم بالخلاجي، شعوره بذاته بأنه أعلم من غيره ويعرف ما لا يعرفه الآخرون ويفهم ما لا يفهمه الآخرون، يترجم على كيفه ويعمل على كيفه. طب فين مخافة ربنا؟ فين؟ من ضمن الحاجات في مخافة ربنا انك انت زي ما تحترم الكنيسة وزي ما بتحترم التناول وزي ما بتحترم الصلاة والوجود في حضرة ربنا، تحترم كتاب ربنا ايضا. تمسك الكتاب باحترام، تنحني وتقبل الكتاب باحترام، تفتحه باحترام، تسبق القراءة بصلاة، لا تضع شيئا فوق الكتاب المقدس. في واحد يفتكر الكتاب مقدس في مكتبه زي اي كتاب عادي، اهو موجود على المكتب، اي كتاب يجي عليه، اي جرنان يجي عليه، خلاص تاني. الكتاب المقدس لا يوضع فوق اي كتاب، حاجتين بس ممكن يوضعوا فوقيه، اما كتاب مقدس تاني لا اما صليب، غير كده لا. فده يبقى انت بتحترم الكتاب. في الكنيسة الكاهن بيمسك الكتاب ويحطه فوق راسه كده ويدور به حول المسبح ويقبل الكتاب ويقبله جميع الإكليروس، وقراية الكتاب تكون مشفوعة بأوشية، طلبة، رفع بخور، صلوات سرية، أنوار، شموع، هيبة.
يخلع التاج من فوق رأسه. الكتاب له احترامه. لو احنا نعمل كده بنفس الهيبة والمخافة في بيوتنا تدخل مخافة الله لقلوبنا. لكن إذا كان لا بيهمك بيت ربنا ولا بيهمك كتاب ربنا ولا بيهمك الصلاة ولا بيهمك الهيكل، أمال مخافة الله هتخش قلبك إزاي؟ مش معقول. ادخل من المداخل دي علشان مهابة ربنا تدخل إلى قلبك. احنا أثناء قراية الإنجيل بنقف. فاكر لما زرت روسيا سنة 72 من قيمة حوالي 20 سنة، كانت الكنيسة ما فيهاش كراسي خالص، وكانوا الناس واقفين باستمرار طول القداس، وأثناء قراية الإنجيل يركعوا على الأرض ويفضلوا راكعين طول مدة قراية الإنجيل. طبعا كانوا ناس في حكم إلحادي وشيوعي وقلبهم محتاج لربنا. أرجو أن يحتفظوا بهذه الروح حتى عندما دخلوا الآن في الحرية والسعة. من أصعب الحاجات في عدم احترام كتاب الله إن الناس يفسروا الكتاب على مزاجهم ولا يلتزموا بكلمة ربنا. يقول لك لا، الكلمة دي يفسرها على كيفه. وأنا ما بنبسطش من كثرة الترجمات للكتاب، كل واحد يترجم ترجمة على مزاجه علشان يغير على مزاجه، وأخشى إن كل إنسان بيترجم بيخلط الترجمة بمفهومه الخاص. بيخلط الترجمة بإيه؟ مفهوم خاص. يقول لك اللغة العربية دي مش سليمة، أعمل كتاب لغة عربية. عايزين كلمة ربنا، واللغة دي كل واحد على كيفه بقى. اللي عايز تصل مخافة الله إلى قلبه لازم يحترم المقدسات كلها أيا كانت. اللي عايز مخافة الله تصل إلى قلبه يتذكر باستمرار وعوده وتعهداته أمام ربنا. في المزمور بيقول تعهدات فمي باركها يا رب. ياما إنسان بينذر ولا يفي بالنذر،